السلام عليكم. معكم محمد البشير مبارك من الصحراء الغربية المحتلة من الطرف الجارية المغرب. اليوم هو 11 فبراير 24. الحديث يدور حول حسم نزاع الصحراء. نزاع الصحراء يا إخواني، الحسم فيه يقع أو موجود بين يدي هذا الرجل الذي هو ترونه أمامكم في الصورة، وهو الجنرال أو الماريشال شنقريحة. لا حل لمشكل الصحراء فيما حسب ما رأينا وحللنا وشفنا وتأكدنا إلا بيد هذا الرجل. ولكن كيف؟ تعرفون أن النزاع قرب 50 عام أو 50 سنة، ولم يكن هناك وسيط، والأسباب معروفة ولكنها خفية عن الكثير من الناس العاديين، والناس العاديين هم الأكثر، قد يصلون إلى حوالي 80% من عدد البشرية، وخاصة في العالم الثالث، عالمنا هذا الذي نعيش نحن فيه هنا في أفريقيا. يعني أنه هو الحل معروف أنه بيد هذا الرجل، ولا حل لغير ذلك. والحلول التي يبحث عنها بعض الناس هي كالسراب. يعني فيافي لا أساس لها، يعني والقضية معروفة، ولكن كما قلت معروفة عند بعض الناس القلائل حقيقتها وتحليلها وصفتها التي هي عليها وسبب صعوبات الحل. هو الشعب الصحراوي هو شعب قليل، ولا يسيطر إلا على طريفات قليلة من الأرض لا تساوي شيئا، لا 20% إلى 30% من الأرض الصحراوية التي لا بحر لها ولا معادن ولا أي شيء، أرض خلا قاحلة، والشعب قليل وليست لديه موارد. والمغرب كثير ومتوحش، وموارده لا بأس بها. والغريب والأصعب هو أنه يسيطر على خيرات المغرب كلها وخيرات الصحراء كذلك. يعني اقتصاد الصحراء متمثل في بعض يعني المعادن وبعض الثروات الطبيعية كالفوسفات والأسماك وغيرها من المعادن عديدة. ولذلك كيف والحل في الصحراء يتطلب حل عسكري لا غير. مادام النظام المغربي الدكتاتوري يحكم في المغرب، لا حل للصحراء إلا بالعسكر، إلا بالقوة. هذا كونوا متيقنين يا صحراويين ويا جزائريين ويا شنقريحة ويا يا جميع الناس أينما كنتم، سواء كنتم عرب أو غير عرب، أن الحل يقع في يد هذا الرجل شنقريحة. عندما يأمر الجيش لدخول الرباط ينتهي المشكل وتحل القضية هكذا، وهذا ليس بالصعب. الجزائر لها جيش
هو أقوى جيش في أفريقيا والعالم العربي، والجزائري أنحاب، الجزائري المرى كما ذكرنا الزودياك في سنتهم التي ولدت فيها الجزائر، والمغاربة قرود قردة. واستسمع المغاربة الأحرار الذين لا يؤيدوننا لحقنا في تقرير المصير، هم ليسوا قردة، هم ناس عاديين في طبيعتهم، ولكنهم فوق العادة في عقليتهم لكونهم مع الحق ويحبونه ويؤيدون تقرير مصير الشعوب، ولا يريدون غزو جار ولا يعتادوا على أحد. لكن للأسف ليسوا هم الأغلبية، ولكن إن شاء الله سنعمل معهم حتى يصبحوا أغلبية ويقلبون القارب على وجهه ويصبحون هم الخلفاء إن شاء الله في الأرض. الله يهون في ذلك عاجلا قريبا. ولكن يا إخواني، ما دام هذا النظام يحكم والجزائر لا تتحرك فلا حل لهذا المشكل أبدا. الشيء الوحيد هو أن كما قال أحد الحكماء ذاك النهار أنه إذا بقت الحالة على حالها هذا الصحراء لن تستقل والمغرب لن يستقر. المغرب ما عمره يعرف الاستقرار، لكن ما دام النظام حاكم لا يهمه الاستقرار ولا المغرب يرجع إلى الوراء أو يعني جوع شعبه والغلاء والبطالة والضعف، لا يهم هذا. المهم هو يبقى على الكرسي، والخوف على الكرسي هو إذا تحررت الصحراء يعرف أنه سيخرج من المغرب، لأنه تحرير المغرب مرتبط بتحرير الصحراء، وعلى المغاربة أن يفهموا هذا. والسيد سنقريحة عليه أن يخرج من رونتو. نقولوا إحنا في الصحراويين بقويشيش ما هو شيء على هي الوسطية هي أحسن شيء، وخير الأمور أوسطها. ولكن بقويشيش قال له الحالة الموسطة ليست الوسطية، الوسطية خير، والموسطة يعني شيء يفسر بالبرزخية اللي في الوسط. هاي الحالة بقويشيش يقول احنا الصحراويين هو برزخ، ما هم هك ولا هك، وبالتالي قاعد ما يمشي صراب ويمشي ضباب ما يتكون قاعد من شيء. لذلك الجزائر أو شنقريحة ولا أحد غير شنقريحة. لا تقول تبون إنسان مسكين ما يظهر لي قاع فاشل، ما جيش ما هو حاكم فيه قباله وقد قاعد ذلك شنقريحة لما يشاور قاع بتبون ويصار المغرب يدقدقوا ولا شيء يقول قاعد تبون بعد وما يقول ولا عنده سلطة كبيرة قبالة على الجيش. المهم الحل بيد هذا الرجل، وعليه يخرج مرته إن شاء الله يبي يلحقوا هذا الكلام. إما هك وإما هك، إما حاسب يعني في البداية يحاصر المغرب من جميع الجهات، ويضع له 3 أشهر إذا نظم الاستفتاء الموجود مقرطس بين يدي الأمم المتحدة اللي موقع عليه الصحراويين والأمم المتحدة والعالم كامل، إلا المغرب لا زال رافع قلمه لا يريد التوقيع على الاستفتاء لأنه يخاف نتيجته، وهو يعرف ويعلم علم اليقين أن الصحراويين لن يصوتوا عليه، وهذا شيء واضح ومعروف. لذلك يرفض تنظيم الاستفتاء هو وحده من وسط العالم كامل، ولا يهمه دبلوماسية ولا هذا عيب ولا فضاحة ولا شيء ما قاعد تسولوا عنه ذاك شيء ولا حطم شخصيته، هذا شيء ما يهمه هو. المهم يتم محتل الصحراء وقاعد عليه الكرسي وتوف. لكن الحل الوحيد هو شنقريحة وجيشه صافي لا غير. وعلى شنقريحة أن يخرج من البرزخية، عليه إما أن يظرف يحاصر المغرب
كما قلت لكم 3 أشهر ينظم الاستفتاء، أو فوتوا 3 أشهر ينزل عليه ويحاول ويحيض النظام ويحرر المغرب، وينتخب المغاربة حكومة موالية للشعوب وللديمقراطية وللحق وللعدل وللجزائر، وتنسجم مع الشعوب وتلتزم حدودها اللي حددها الله، حدود المغرب المعروفة الدولية، وتخترق عنها الشعب الصحراوي حرف عرضه، ويقولوا المغرب العربي كامل موحد على حسب ما نريد، وهكذا. واللي مخسر المغرب العربي اتحاده، ويعني ينظم ويعود كله خير ورفاه، هو النظام المغربي لا غير، بعدم توقيعه على الاستفتاء وتنظيمه له لا غير. هذا هو السبب يا إخواني. لا يتورط حد ولا تمشي به العاطفة يا مغاربة، لا تمشي بكم العاطفة، هذه هي الحقيقة. ويا شنقريحة خرج من رونتك، إما أن تحاصر المغرب على الطريقة اللي قلنا لك وتنتهي لمدة 3 أشهر ينظم الاستفتاء، وذاك نصالح الرباط ما بينكم معهم 3 أيام 4، أنت أخو من الجميع، ولا يعاونك الشعب الجيش الصحراوي وموريتانيا ما هي تقعد حتى هي تحس بالخطر أكثر من الصحراويين، وربما إسبانيا، يعني إسبانيا حتى هو دا أحسن المغرب وما يقدرها إلا أدري مع سياسة هذا ما هو حق عندها، وخايف على زوز الكناري وخايف على سبتهم ليليا، ولا دخلت الجزائر الحرب احتمال تدخل معها إسبانيا، ولا جاءت سبتو الجيش الجزائري وجيش بوليساري وإسبانيا وموريتانيا ولا يسفوه في صيعتي. شنو وقع المغرب بالنسبة لهذه القوة المتينة بحال هذا؟ يا اخواني يا بوسنقريحة لحقوا له حق الله، هذه اللي قد تلحق له. هذا انا نشوف صفحات ونشوف كيف قد تلحقوا، ومحاصرة من طرف العياشة المغربية ما يخلون يرسل رسائل، حتى تعال خدم معهم خدمة الفار مع المش وتوف مرة سلت شوي غني نحاول كان يسلت في صفحاته، كان يقدر يسلت له شيء غير يا ناس اللي يمكن يحقوا شنقريحة. هذا خير فين احنا بغينا نفهم هذا المشكل. اما يا شنقريحة اما تفعل هالشيء اللي نصحناك به بالجيش والقوة، وإما تستسلم وتكب التراب على راسك تقول عاش الملك عاش العرش العلوي، وتقبل الاستفتاء معناها الحكم الذاتي في الصحراء وتوفي المشكل. هذا هو اللي عندك يا سبحان. هذيك ما نهك ولا نهك وفين ما دارت والو، وانتم يا الجزائر مهيونين من طرف النظام المغربي وعياشته. شي هانا كاع والله تعود عندي قوة هكا حتى نصبح اليوم، شي هانا أنا والله ما قد أصبرها كاع يعني. وانتم هو كيفاش هذا النمرهين والقرد والقرد، احنا رانا نقول لكم القرد المغرب دولة قرد. علاش ما يهلل لها؟ هما ما الشعب المغربي ما هو قرودة، ناس عاديين، ولكن القرود هذوك اللي مخسرين علينا واحتلين الصحراء وثبتوا ولا هم باغيين يسمعوا لا حق ولا عدل ولا يخافوا الله ولا يحتوا ولا يتعدوا حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الله يفكنا من حالهم، وهذا قاع شي رابحين فيه وشي الفائدة. الصحراء قاعدوا قبضوها والله ما يقبضوها بحول الله، إن عندها شعب وعندها تمن الأرويل وشي يساعدوا حتى يستسلموا والله يخرجوا ويصبتوا مع المدة طيرهم. يجيب الله مخلوق بركان قيلها بالله تحضن النظام وتجي ثورة زينة وتفاهموا مع الصحراء ويعطوهم أرضهم. السلام عليكم. هذا هو اللي بتوقع إن شاء الله. غير هذا ما هو شيء ضامن الله بحول الله على قضية شنقريحة. يا شنقريحة عاود وكرر لك كون راجل وزير بالجيش وجيش قادر على كل شيء تبارك الله، والله كون رضي له وكب التراب على راسك وتعالى الملك ويقول عاش العلوي واقبل الحكم الذاتي وتوفينا بالقضية. صف الأمر أمرك، الأمر أمر الله أمرك. السلام عليكم.